السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فطائر جميله بحشوات مختلفه، تنفع للفطار، تنفع للعشاء، تنفع للمدارس، من غير حليب او زبده. هنعملها مع بعض. شايفين التوريقه والطبقات جميله بحشوات مختلفه، تعمليها بجبنه، تعمليها بشوكولاته، تعمليها باي حشوه عندك، بقطع بانيه صغيره تعمليها. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على رسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا وصفتنا. معانا هنا في الوصفة هنا باكت خميرة اللي هو 10 جرام أو معلقة، معلقة سكر كبيرة، معلقة ملح صغيرة، كوبايتين من المية، طبعا مية من الحنفية عادية. معايا 600 جرام. تمام كده. هنبدأ أولا بكوباية، هنحط كوباية مية وندوب فيها الخميرة، وبعد كده كوباية تانية نحطها تدريجا مع الدقيق هنعجن بيها. هنا بنقلب الخميرة مع السكر وهنضيف الملح مع الدقيق. لازم العجينة تكون معجونة كويس، مخدومة كويس، عشان تطلع لك الطبقات اللي انت شفتيها دي في أول الفيديو. طبعا الفطائر دي جميلة، أحلى من الكروسون، وأحلى من الباتيه، وأحلى من الفطائر اللي هي العادية، وأحلى من أنواع أي فطائر. جربيها، مش هتخسر أي حاجة. ب 600 جرام هتعملي، لو رحت اشتريتي وحدة الباتيه من بره هتشتريها ب5 جنيه، ده ب 600 جرام هتعملي أكتر من 15 وحدة فطائر زي دي، أحلى من الباتيه بكتير. وهتحشيها بقى بأي حاجة عندك في البيت، أي حاجة عندك في البيت هتحشيها بيها. تحشيها لحمة مفرومة، تحشيها قطع بانيه صغيرة، تحشيها أي نوع جبنة. طبعا زي ما قلت لك تنفع للمدارس، للأولاد يعني في المدارس. تنفع تفرزيها تحطيها في الفريزر كده، وأما الولاد يجي يمشوا على المدارس الصبح تروحي مطلعاها، حاطة على الرخامة هتفك وهتبقى جميلة، أحسن من سندوتشات الطعمية تحطيها لهم كده في اللانش بوكس، تبقى جميلة. وطبعا أنا عملت وحدتين بالشوكولاتة زي ما شفتوا كده، زي ما هتشوفوا في آخر الفيديو. طبعا كنت عاملة الشوكولاتة دي معاكم، فالولاد قالوا لازم نعملها بالشوكولاتة وكده، عملت لهم وحدتين على قدهم، والباقي عملته بالجبنة، والباقي عملته كده سادة. طبعا زي ما انتوا شايفين العجين لازم تعجيني العجينة كويس. معلش البنت كانت بتصور بس الكاميرا وقعت منها، التليفون وقع منها، عشان كده الكاميرا مش مظبوطة. شايفين العجينة لازم تكون طرية وفيها تلزيقة بسيطة، عشان ما تتقطعش معاك. يبقى لازم تخدم العجينة كويس، تخدميها كويس وتكون طرية، يعني العجينة ما تكونش قاسية معاكي أو ناشفة، لازم تكون طرية عشان تفرديها، تعرفي تفرديها كويس وما تقطعش منك، وتاخدي طبقات طبقات زي ما انت شايفة كده في الفطائر. هنا بقى تقطيعة زي ما انت حابة، قطع صغيرة قطع كبيرة زي ما انت حابة. طبعا هنا قطعتهم 14 واحدة، حابة تصغري عن كده ماشي. هنا رشيت رشة دقيق بسيطة، وهقطع الفطائر إلى كويرات صغيرة زي ما انت شايفة كده. لو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي وما عملتيش اشتراك، اشتركي في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. فعلا فعلا الفطائر دي تستاهل أحلى لايك من إيدك. فطائر جميلة واقتصادية، من غير بقى حليب، من غير زبدة، وما تكلفيش نفسك خالص، بشوية دقيقة تعملي أحلى فطائر في البيت. طبعا هنا الفطائر دي ما تخمرهاش كتير، عشان ما تبقاش مطلعة بلالين كده أو منفوخة منك وهتهبط، ولما تيجي تسويها في الفرن هتهبط منك. طبعا المواد الدهنية هنا كوباية إلا ربع زيت على سمنة أو زيت على زبدة الموجودة عندك، كوباية إلا ربع. هنحط بقى نخمر بقى في السمنة دي، هنخمر فيها الفطائر زي ما انت شايفة كده. تخمر عقبال ما تجهزي الحشوة اللي انت تحطيها، يعني ما تخمرش كتير عشان ما تطرش منك وتبوظ منك. شايفين هنا الكوباية اللي انا حطيت بيها، يعني ممكن تحطي 200 جرام سمنة على زبدة أو أقل شوية، أو كوباية إلا ربع، أو 150 مثلا.
على حسب ما انت عايزة الفطائر تكون زيادة سمنة او نقص. هنا بقى بنخمر زي ما انت شايفة كده، هنخمر الكوارات كلها وهنغطيها عقبال ما نجهز الحشو بس، وبعد كده هنفردها مع بعض. فطائر سهلة وجميلة، أحلى من الفطير المشلتت، وأحلى من أي أنواع فطير، وأحلى من الباتيه، لأن هي من جوه مورقة جميلة كده، فيها طبقات جميلة كده، ما بتاخدش معاك وقت ولا مجهود، وأي حشوة عندك هتعمليها. هنا هنعمل الكمية كلها وبعد كده نغطيها تخمر شوي. طبعا دي كل الكمية لازم تتغطى بالسمنة كده زي ما انتوا شايفين، ونغطيها بغطا أو بستريتش عشان وشها ما يقشفش. يبقى الفطائر دي لازم ما تعوقيش عليها، يعني ما تستنيش عليها، تقطعيها وبعد كده تغلفيها بالزبدة زي ما انت شايفة كده، عشان ما تقشفش معاكي او ما تخمرش بزيادة. يبقى لازم تنجزي فيها وتعمليها بأسرع وقت. طبعا هنا لو عندك مفر السيليكون هتفردي عليه، او طبق زي كده او صينية هتفردي عليها، وبعد كده هتحشيها. طبعا عندي الحشوة هنا زي ما قلت لكم، هنا معايا جبنة شيدر، ومعايا شوكولاتة. اي حشوة عندكم بقى اعملوا بيها، لو هتعملوها سادة برضو هتبقى جميلة. وطبعا هنعمل الكمية كلها. وهنا التغطية بعد ما تخمر، التغطية هنا معايا بيضة كاملة، معايا فانيليا، ومعايا رشة قهوة سريعة الذوبان، ومعايا معلقتين لبن. هنقلبهم في بعض، وبعد كده هنغطي الفطائر من فوق، وهنسخن الفرن على درجة حرارة وبعد كده هنسوي الفطائر. وأول ما تخرج من الفرن هنغطيها بفوطة عشان ترد معاكي وتبقى طرية وجميلة. طبعا هنا هعمل معاكم أول وحدتين، 2 من الجبنة و2 من الشوكولاتة. شايفين العجينة طرية وجميلة، يعني لو خمرت زيادة عن كده مش هتعرفي تشكليها أو تفرديها، هتتقطع معاكي. يبقى لازم تلحقي بسرعة ان انت تعمليها على طول وتفرديها على طول من قبل ما تخمر بزيادة. طبعا هنا ده الصاج اللي بسوي فيه. هنا هعمل معاكم واحدة كمان بالجبنة. الافضل لو هتعملي بالشوكولاتة تجيبي الشوكولاتة اللي هي القطع، ما تكونش بتسيح، لان انا ما كانش عندي الا دي وقلت اجربها. طبعا الولاد حبوا بالشوكولاتة، قلت اجرب لهم 2 بس هي فعلا ساحت. يبقى تجيبي لو حابة تعملي بالشوكولاتة هتعمليها، تجيبي الشوكولاتة اللي هي الناشفة اللي هي القطع عشان ما تسيحش منك. حابة تعملي مزيج من الجبنة، يعني رومي على موزاريلا على شيدر على مثلا فلفل الوان، تبقى برضو طعمها جميل. حابة تخليها سادة خالص، يعني هي لو سادة تبقى برضو طعمها جميلة وحلوة، لان هي مورقة وجميلة كده طبقات كده. حتى لو سادة تاكليها بالعسل، تاكليها بالجبنة القديمة، هتبقى طعمها جميل وخرافي. وهنا بنفردها زي ما انتوا شايفين كده، لازم تفرديها عشان تعمل معاك الطبقات اللي انت شفتيها كده. افرديها كويس وغطيها كده بالسمنة او بالزبدة عشان تبقى مورقة وفيها طبقات وجميل، ما تبقاش مكتومة. هنا بقى بنغطي من الجنب ده ونغطي من الجنب ده كده عشان نحط الحشوة، عشان الحشوة ما تطلعش. هنا بقى نحط الشوكولاتة. شايفين الشوكولاتة مع انها طالعة من الفريزر بس برضو هتسيح،
يبقى الافضل تحطي شوكولاته اللي هي الناشفه، شوكولاته مكعبات. يبقى لازم تلفيها كويس عشان الشوكولاته ما تطلعش من الجنب التاني، يعني قفليها كويس، قفلي الرول كويس. ودي اول واحده بالشوكولاته، هنعمل واحده تاني مع بعض، والباقي بقية الكمية خلصها كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يا جماعة بالله عليكم انا نفسي اكمل الشروط، نفسي اكمل الشروط. اعملوا اشتراك ولايك لو استفدتوا باي حاجة من الفيديو. طبعا هنا زي ما قلت لكم التغطية، معلش الفيديو ده مساحة التخزين عندي كانت زيادة ما لحقتش اصوره كويس. وده كده شكل الفطائر، مورقة وجميلة وخفيفة، والجبنة فيها طعمها خرافة، والسوا زي ما انت شايفة كده السوا مظبوط وطرية، هشة وطرية وقطنية. لو عجبك بقى الفيديو ما تبخليش عليا باللايك واشتراك، وبألف هنا وشفا.